عارف ايه اكبر كذبة بنعيشها كل يوم؟ انك لازم تفضل تطحن نفسك في الشغل طول حياتك عشان تجمع فلوس وتأمن مستقبلك، لكن الحقيقة انك لو فضلت شغال بس عشان الفلوس عمرك ما هتعمل ثروة. الاغنياء ما بيتعبوش عشان الفلوس، هم بيخلوا الفلوس هي اللي تتعب وتشتغل علشانهم. وتعال اقول لك ازاي اللعبة دي بتتلعب صح. في كتاب اسمه ماني ماستر ذا جيم او المال يتقن اللعبة للكاتب توني روبنز، بيكشف حقيقة بتوجع وبيقول ان النظام المالي اللي حوالينا متصمم بذكاء عشان يخليك طول عمرك بتجري جوه الساقية، تشتغل عشان تدفع فواتير وقروض فتضطر تشتغل اكتر وهكذا لحد ما تكتشف ان عمرك ضاع وانت واقف في نفس النقطة. السر هنا مش في ان انت بتكسب كام، السر في قواعد اللعبة اللي الاغنياء بيلعبوها في صمت ومحدش بيعلمها لك في المدارس. وعشان تخرج بره الساقية دي توني روبنز لخص لنا اهم 4 قواعد مالية هيغيروا مستقبلك تماما. اول قاعدة: ادفع لنفسك الاول قبل اي حد. معظمنا لما بيقبض بيدفع فلوس للايجار، السوبر ماركت، المواصلات، واللي بيتبقى ده لو اتبقى يعني بيحوشه. لكن الصح العكس تماما، اول ما الفلوس تدخل جيبك اقتطع منها نسبه ثابته ولو 10% وشيلها على جنب كانك ما لمحتهاش اصلا. دي فلوس مستقبلك وممنوع تلمسها الا الاستثمار. تاني قاعده: ابعد عن فخ الديون الاستهلاكيه. الديون نوعين: دين بيجيب لك فلوس زي انك تدخل جمعيه مثلا وتقبضها وتعملها في مشروع، ودين بياكل فلوسك زي قسط موبايل جديد او عربيه فوق طاقتك لمجرد المظاهر. اي حاجه بتشتريها بالتقسيط وهي مش بتدخل لك دخل هي حبل بتربط حوالين رقبتك. ثالث قاعده: ابني سله الامان المالي. قبل ما تفكر تستثمر في البورصه او تعمل مشاريع ريسك، شيل على جنب مبلغ يكفيك من 3 ل 6 شهور مصاريف اساسيه. ده الحصن اللي هيخليك نايم مطمن، ولو حصلت اي ظروف طارئه ما تضطرش تستلف او تبيع حاجه بخساره. رابع قاعده: شغل فلوس. الفلوس اللي مركونه تحت البلاطه او في البنك قيمتها بتقل كل يوم بسبب التضخم. لازم تدور على اصول تانية تشتريها والفلوس فيها تزيد مع الوقت، زي العقارات او ذهب او صناديق الاستثمار البسيطه. دي الماكينه اللي هتخلي قرشك يكبر وانت نايم. في النهايه اللعبه مش صعبه بس محتاجه وعي ونفس طويل. الاستقلال المالي مش معناه انك تبقى ملياردير وراكب طياره خاصه، لكن معناه ببساطه انك تملك وقتك ويومك وما تكونش مجبر تعمل حاجه مش حاببها لمجرد انك محتاج فلوس. واهم حاجه انك تراجع الدين في اي معاملات هتعملها في حياتك، عشان دايما لازم نتحرى الحلال والحرام. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وما تنساش الفولو والشير. انا اسلام صالح، اشوفكم الفيديو الجاي.